قصيدة للشاعر زهير بن مداوس الشمراني. أولا نشكر قبيلة قحطان بصفة عامة والأحباب بصفة خاصة على مبادرتهم لتكريم رجل يستحق منا الكثير. بيض الله وجههم ولا هي غريبة على قحطان. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا سلام على من يحفظون المراجل والسلم. يا سلام على قحطان ذا حاضر والغايبين. يا سلام عليكم يا حباب المراجل والوفاء. الحباب يحب الطيب والطيب يجري في دمه. الرجال الذي تسعى على الطيب في الماضي وحاضر ورث الأجداد تسعى له ويتوارثون جيل جيل. ما يربون لا شراعي الطيبة ترفع بناه. الرجال الذي من طيبهم الرجال الذي من طيبهم كرموا شاعر جنوبي نفتخر به وتفخر في قحطان من طيب أصلا. والرجال الكريمة يرفع الراس طيب بعولا. أبو فيصل له التقدير والقدر من رؤوس الرجال مثل قول المثل قدر الرجاجيل عند رجالها. مثل قول المثل قدر الرجاجيل عند رجالها. جينا نجل المحبة لأبو فيصل وقحطان العريضة. جينا للتانية والتهنئة عن جميع الحاضرين. والتحية لكم من دون شمران حاضر وغايب. يا رجال على درب الجميلة تعلى شانا. قلتها والجميع تقولها وابن عوض قالها. قلتها والجميع تقولها وابن عوض قالها. سلامة الجميع. حفلنا الكريم قصيدة للشاعر سعد بن لهبي الشمراني، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله مساكم جميعا. والله إني طالبك قدني حسن الكلام واطلق عنان التفاكير وافتح بابها. يوم ربعي كلفوني بردان السلام عند قوم في المراجل تفتل أشنابها. في السلام ورحمة الله تحية واحترام، والتحية من ربوعي لمن يحضابها. يا رجال توفي الكيل ما ينقص جرام، ويا رجال تغزي القوم ما يغزى بها. ساسكم قحطان ساس القبائل والسنام، كم غريم من ما يواجه يحسب حسابها. الكرم والجود والطيب والطالة وسام والمرجل من يميز يعرف أصحابها. فالله إنا ما مدحنا سوى الناس الحشام، يشهد التاريخ فيها طيب انسابها. في الأحباب اليوم جينا زيارة والتحام، تلبية الدعوة لفينا نجيب أحبابها. حبكم حب تزايد لي حد الغرام، وقدركم قدر تعلى وزاد انصابها. أنت وشمران فيما مضى درع وحزام، مثل كف تبطش الخصم من مخلابها. وفي ختام القول حناك ما حد الحسام دون دورة الرشيدة ودون ترابها. سلامتكم.
كلمة لسعادة اللواء الدكتور علي بن فايز الجحني، عميد كلية التدريب والمستشار الأمني بجامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلام على رسوله الأمين المبعوث رحمة للعالمين، الذي قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أصحاب الفضيلة والسعادة المحتفى به إخواننا المشاركين في هذه الأمسية البهية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشعرت قبل ثواني بأن لي كلمة، فماذا عسى أن أقول عن الشاعر الطموح المبدع الذي يسعدني أن أضيف إلى قائمة الألقاب التي سمعناها قبل قليل بأنه سفير وشاعر التراث الجنوبي وشاعر الأمن. عرفت علي في محطات من حياته، وخير من يتكلم ويتحدث عن الشخص هو أستاذ، فعرفته في الماجستير وفي الدكتوراه، وأتيحت لي فرصة ثمينة بأن يكون من ضمن زملائه، وجدت هذا الرجل مبدعا باهرا في إجاباته على ما يطرحه الأساتذة. أجوبته أيها السادة تحير الأساتذة، حتى أننا نسأل من أين يأتي بها، فاتضح لي أنه لا يكتفي بالوريقات أو بالمصادر والمراجع التي يسلمها له كل أستاذ، وإنما يذهب إلى مواقع ومظنات الفكر والثقافة ليزدادوا بشغف لا نظير له. وجدت الأخ علي قدوة في سلوكه وفي علاقته بالأساتذة، وجدته أيضا يصحح، وعندما نقول يصحح لأساتذته. في يوم من الأيام وكنت وكيل الدراسات العليا أتى إلي ليقول إن ذاك أو الدكتور الفلاني أخطأ، ولكن تتصور عندما يقول طالب عن أستاذه أنه أخطأ. فقلت: ما هو الخطأ يا علي؟ قال: يقول كذا، ورجعت إلى المرجع وليس هذا الصحيح، الصحيح كذا. وأنا نبهت على الأستاذ في الفصل فأخذ مني موقفا، وأخشى أن يغضب مني عندما جادلته في هذا الأمر. فاستدعينا الأستاذ وقال: نعم أتراجع. فقلت: هل يستحق أكثر؟ هل عندك درجات أكثر من 100 درجة؟ قال: والله لو عندي درجات أكثر لأعطيتها لهذا الطالب. علي هو النموذج للشاب الطموح، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه، ونهني والده ونهني قبيلته ونهني المملكة بمثل هذا الشاعر المثقف الأكاديمي الذي تحار الألقاب وتبقى صاغرة متضائلة الحجم